السلام عليكم. مسا على الناس الفرتكه كويسه. معانا النهارده زتونه في ماكرو الميد لين. لو عرفت تعملها هتقدر تحول تقدمك وفوزك باللين لانتصار فشيخ بالجيم كله. يلا بينا. ساعات كتير بتكسب اللين بتاعك بس بتخسر الجيم في الاخر. الحقيقة لو ده حصل معاك كتير فانت غالبا عندك مشاكل في الماكروز وبتفضل تلوم البوت لين بتاعك اللي مات 20 مرة والتوب اللي على الله خالص ومش حاطط ايدك على البلف، قصدي على المشكلة يا اسطى. تعالى بقى نشوف الجيم ده في الجولد لرامبل ضد اكالي علشان تشوفوا اللي انا عاوز اقوله لكم النهارده. الجيم كان ماشي جامد جدا لرامبل، زي ما شايفين الدقيقة 11 هو سكوره حلو واعلى من اكالي ب2 ليفلز، عمال يعمل بوش. وايه ده؟ رجل الكهف اوتير الخطير جاي يعمل جنك، لكن ما يغركش الضعضع الصغير ده رامبل سندال وقدر يموتهم هما الاثنين لوحده. وبعدين نزل البوت لين لانه كان متفايق جدا وقدر ياخد كليتين كمان، والنتيجه انه جايب 9-0 وكله تمام حلو كده. يعني المفروض ان هو 1v9 طول الجيم. بقى المشكله بقى بتبدا دلوقتي في فتره الميد جيم، وهيبدا التيبيكال لو الو ثرو زي ما بيسموها. فبتحصل، تعالوا نشوف. هو هنا وقع برج البوت لين كمان، ودلوقتي كان ماشي علشان يقطع الطريق على كالي، وكان براند موتها. يا ترى بقى لما نوقف الصوره كده وناخد سكرين شوت هو المفروض يعمل ايه دلوقتي؟ النقطه الفشيخه هي انت كسبان، يبقى المفروض ما تسيبش اللي ضدك يعمل اللي هو عاوزه. لا انت المفروض كمان تجبرهم يجولك وانت تحط عليهم تاني وتالت ورابع، او اقل ما يقال تضيع لهم وقتهم. يعني ايه الكلام ده بابا بيهوش؟ ده كلام كبير قوي يا اسطى. انا هقول لك دلوقتي يا مستر حناكه. هو هنا اخذ الضفدع. هل دي حاجه هتغير من اولويات الفريق اللي ضده في حاجه؟ الحقيقه لا. هو زايا اللي ضده كانت سكرانه باين وفضلت مكمله واتمسكت، بس مش مجرد انه اخذ كل ده معناه انه لعبها صح. الموضوع كان حظ، ودي مش حاجه بتحصل في كل جيم، لان الجيم الجاي الاي دي سي اللي ضده ممكن يكون مركز عن كده وما يعملش بوش. تخيل بقى كده معايا لو كان راح مع براند علشان يعملوا بوش في الميد لين، هما بياخدوا في البرج الثاني، وده هيعمل خطر على الفريق اللي ضده. اوتوماتيكي يا اسطى هتلاقي حد ساب اللي بيعمله وجه يلحق البرج. ودير مثلا ممكن يكون كان بياخد كم، ولما يشوفك يجي يدافع. ممكن يكون كان ناوي يطلع للتوب لين يعمل جانك وشافك وهو في نص السكه فغير رايه وجه يدافع. دي الفكره، انك تلعب لعب ايجابي على الخريطه، لعب يخلي اللي ضدك يتحرك. الموضوع شكله سهل صح؟ الحقيقه الموضوع مش بالسهوله دي خالص. في جزء صعب كده هنشوفه مع بعض حالا. لما قتل زايا فضل موجود وعمل بوش، وده الصح. لكن اللي حصل بعد كده هو الغلطه. هو قريب قوي من البيز بتاعه اللي ضده، وفي نفس الوقت بص كده على الخريطه هتلاقي فريقه كله بعيد عنه، وده معناه ان الفريق اللي ضده، اللي بالمناسبه مفيش حد منهم باين على الخريطه، هيجي اسرع من فريق رامبل. وبالفعل ده اللي حصل، واتخذ عليه شات داون اسطوري. وبدات هنا مسلسل العوده الكبيره. كل ده علشان قرر يفضل في اللين في وقت غلط، وكمان كان معاه 2500 جولد. المشكله الثانيه اللي احنا قلنا عليها ان هو ما بيصرفش الجولد. هو كان المفروض ياخد الويف ويرجع على طول، وساعتها كان هيبقى عداه العيب وازح. دي النقطه الصعبه في الموضوع ده، انك تقدر تغير تفكير اللي ضدك وتجبرهم يعملوا حاجات مش حلوه بالنسبة لهم من غير ما تدفع تمن ده ويكون موتك هو التمن. نكمل باللقطة اللي بعدها كده مع رامبل وهو بيعمل الصح. الجنجلر بتاعهم ميت وهو ما ضيعش وقت بانه يروح لفريقه على دريك، وقرر يعمل بوش في الميد لين. وبالفعل الفريق اللي ضده جه ياخد الويف، وده ادى لرامبل الوقت الكافي انه ياخد الفراخ والريد باف كمان. لكن بعد كده بيعمل غلطة كبيرة جدا، واقف مستني أودير يجي ياخد الريد علشان يقتله. عامل له كمين بالعربي. يعني الحقيقة أودير مش سهل تقتله، بل بالعكس صعب جدا تحرقه بسرعة. بس مش دي المشكلة. لو بصيت على الخريطة هتلاقي ان فريق اللي ضده قرر يعمل بوش للميد لين. ده معناه انهم اول ما يلمحوا هيوصلوا عنده اسرع، وحتى لو قتل أودير يا معلم كان هيتمسك من باقي الفريق اللي ضده ويتاخد عليه كلاية محترمة تانية. لو كان بعد ما اخد الريد نزل على الميد لين تاني ورجع يعمل بوش تاني، ما كانش ده حصل، وما كانش ادى الفريق اللي ضده فرصة
فرصة يسيطروا بيها على الخريطة. اللي هو عمله ده خلى فريقه 4 ضد 5 في موقف صعب، والبارون موجود، وبالفعل أودير اتشاف ناحيته، وده معناه ان الفريق كله قريب هناك، وممكن يكونوا بياخدوا الكامبات اللي فوق وبيحطوا وردات كمان وبيجهزوا لانهم يمسكوا حد سكران او يبداوا في البارون بعد كده. يا ترى في الموقف ده مستر بيلي المفروض فريق رامبل يعمل ايه؟ ده مثال لنقطة الماكرو اللي بنتكلم فيها النهارده. المفروض يبطلوا ينصاعوا او يعني يوافقوا على عاوز الفريق اللي ضدهم انه يعملوا، ويبدروا هم اللي يمسكوا الدريكسيون ويتحكموا في الجيم، بدل ما يروحوا يضايقوهم ويتمسكوا وهم عددهم قليل عند الكامبات. المفروض كانوا يعملوا بوش في الميد لين، وساعتها اللي ضدهم هيكونوا محتارين يروحوا يقتلوا اللي بيعملوا بوش عليهم ولا يبداوا بارون. هل يسيبوا برج ولا 2 يتاخدوا من عندهم وعشان ياخدوا بارون، ولا يروحوا يدافعوا عن ابراج دي؟ وفي اللي قاله طبعا اغلب الوقت التردد ده بيجيب قرارات غلط او متاخره جدا جدا. لكن الحقيقه تشوجاس هنا راح لهم برجله واتمسك، والفريق اللي ضده اخد البارون، ودلوقتي الجيم ده هيكون صعب شويتين 3 على رامبل في سيناريو غير متوقع الحقيقه، ما تشافش قبل كده ومش بيحصل كل يوم. رامبل لسه قوي ومتقدم على اللي ضده، بس دلوقتي أودير هو كمان بقى قوي جدا بعد ما بلع 2 شات داونز على رامبل. وقوه أودير لازم تكون حاجه رامبل عامل حسابها وبيفكر فيها كويس جدا قبل ما يعمل خطوته الجايه ايا كانت. بص كده على الخريطه، أودير بيعمل بوش تحت واكالي نازله تساعده، وباقي الفريق فوق بيعملوا فايت. ايه اللي انت من وجهه نظرك شايفه المفروض يعمله رامبل هنا؟ الحقيقه لو رامبل رجع البوت لين علشان يدافع يبقى هو كده بيعمل عكس اللي احنا قلناه النهارده. هو بقى هنا اللي مجبر يعمله انه يعمل ردة فعل ويغير خطته علشان اللي ضده بيلعب لعب ايجابي او بناء. لو كان تجاهل كل ده وعمل بوش الميد لين كان كل اللي ضده هيبداوا يتهزوا، وهو مش خايف من حد غير أودير اللي هو شايفه تحت. فلو 1 أو 2 من القرود دول اللي ضده حاولوا يوقفوه وهو قدر يموتهم هيبقى بيضغط على أودير. هل يكمل أودير في البوش بتاعه ولا يرجع؟ هيكون ساعتها اخد انهبيتور للميد وهكذا. غير كده رامبل بيحب التيم فايتس، لكن أودير بيعمل سلو بوش، او هو بيحب يعمل سلو بوش، وبيكون قوته في ال1v1، وبالتالي نزول رامبل تحت بيصب في مصلحة أودير وبيخلي الكورة في ملعبه. تعالوا بقى نشوف رامبل هيعمل ايه. بالظبط كده زي ما انت شفت، نزل تحت واتمسح اكس ضي. مش معنى كده ان انا بقول لك ما تنزلش تدافع. لو اللي ضدك متجمعين وممكن فعلا يخلصوا الجيم يبقى اكيد محتاج تدافع. لو اللي ضدكم واخدين ريفت ومنزلينه يبقى لازم تروح تخلص عليه. وكل اللي قلناه النهارده بيرجعنا لاول الفيديو لما كان رامبل بيسمرف على 2 وبيقتلهم لوحده. هو بيضغط على اللي ضده بانه يعمل بوش، وده اكبر أودير يحاول يعمل عليه جنك في وقت اكيد غلط جدا، ومش المفروض تعمل جنك لحد خسران بالمنظر بتاع اكالي ده. ودي نقطه بتاعت الماكرو كلها. لو كنت انت متقدم وقدرت انك طول الجيم تعمل ضغط على ضدك بس من غير ما تموت، ساعتها تلاقي الجيمات بقت اسهل والدنيا هتظبط معاك. وبكده وصلنا سؤال فيديو النهارده، ايه اسهل واصعب تشامبيون في اللعبه من وجهه نظرك؟ مستني ارائكم وردودكم في الكومنتات، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك وتعملوا سبسكرايب حبيبي في الله، وتنزلوا في الوصف تدخلوا الديسكورد بتاع بابا بيهوش والانستجرام حقي. نشوفكم في الفيديو الجاي، يلا بينا.